تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبروك العيد، عيد الصحة ان شاء الله. حبوباتي، اول فيديو اللي غنعمل معاكم هي ديال كبده ديال العيد على الطريقه ديالي. شاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر، لا تنسوا الاشتراك يعني والضغط على الجرس. هنايا الكبده غسلتها وعملت زيت الزيتون وثلاثه ديال البصلات، قطعتهم بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، ثلاثه دريوس ديال الثوم، قزبر والمعكنوس قطعتهم صغار. هنا كنحركو مزيان جيدا بصله بيضاء، انا ما عملتش بصله حمراء، نتوما اللي عندكم موفره عملوها. انا كنفضل بصله بيضاء، كتعجبني بزاف، يعني كتذوب كترجع رائعه بزاف. انا كنعمل التوابل فلفل غابره والكيمون وليب زهر وزعفران، هادو هما، والملح على حسب الذوق. هادو هما التوابل اللي غنعمل فيها فقط، يعني كل واحد كيفاش كيعمل الطياب ديالو. كاين اللي كيعمل عطريه كاملين، كل واحد كيفاش كيعمل. انا احبائي هنايا كنحرك البصله، كنبدا نحرك عليها بزاف تبارك الله، كتبقى حتى 16 دقائق. المهم كتحرك حتى كتحرك قدر قوا باش ما كتحرق ما والو، حتى كترجع معسله. هنايا كنضيف الكبده اللي غسلتها من قبل. كاين اللي ما كيغسلهاش ديال العيد، يعني هذيك كيشويها هيداك. المهم كل واحد الطريقه. هنايا قطعتها بهذا الشكل هدايا مكعب صغار، وعملتها مع طاجين كتعرق، يعني كتجي قليله، ولكن انا غنعملها مطيشه باش كتجي على حسب افراد العائله، 5 6 العائله تبارك الله، يعني كتكفى. هنا احبائي هنايا كنبدا نعرقو مزيان جيدا باش كطيب ديك الكبده والبصله، يعني كيطيبوا مزيان. ملي غيطيبوا مزيان يعني كتحس بهم طابوا، عاد كنضيف لهم مطيشه طبيعيه، يعني تقريبا غنعمل شي كثر من نص كيلو، يعني مطيشه نص كيلو هيداك. المهم نحكها ونزول الزرع، يعني راني غتشوفوا في الفيديو القادم. هنايا كنحرك مزيان حيت انا كنقطع الفيديوز ما كنطولش عليكم وما عملتش يعني تما حضروا هذيك. هنايا عملت مطيشه بحال هذا الشكل هذا، زودت لها الزرع باش ما تبقاش حامضه وعملتها. يعني اللي كاين اللي كيعمل كبده بوحديتو، كل واحد كيفاش كيعمل. انا عملت لا مطيشه، يعني المطيشه الطبيعيه باش كتجي اقتصاديه بزاف ديال الناس، يعني على حسب الافراد العائله. المهم انا بهذا الشكل هذا بديت كنحرك ديك المطيشه، يعني كبده تبارك الله والبصله طابت، كنستنى غير مطيشه باش طيب، كتعرق كنطيبوا فيها ديك المطيشه، يعني تا كطيب كما كتشوفوا. عاد كنطيبوا هنايا مطيشه ديالنا. دابا كنستنى مطيشه طيب بحال هاد الشكل هدايا، ومطيشه حتى هي تبارك الله دغيا كطيب. وضفت لها قليل من السكر، قليل قليل بزاف ماشي بزاف، باش كتغير ديك النكهه، كتجي رائعه بزاف. هذا السر، يعني مطيشه دائما انا كنعملها الملح والسكر كتجي رائعه بزاف. السر كيجي واعر. هنا احبائي بعد ما طابت هنايا كنستنى يعني طابت تبارك الله، بدات كطيب بحال هاد الشكل هدايا اللي كتشوفوا. كنستنى باش كتعسل وطيب مزيان، نبدا نحركها مع ديك البصله. المهم بصله كاين اللي كيحكها ما كتبانش، انا خليتها باش كتبان. مهم بصله، وغنضيف لها هنا الزيتون. زيتون هذا متوفر، اي زيتون عندكم كحال ولا ديك المهم اي زيتون اللي عندكم، ديك مقطع ستيتو. المهم يعني ما بغيتوش تعملوها بلاش، اللي كيعمل الحار كل واحد كيفاش كيعملها. وكنستناو خليوها طيب مزيان، طيب وتعسل بحال هذا الشكل هذايا، ونبداو عليها بالتحريك ونشوفوها. هنا احبائي بعد ما طابت تبارك الله، ونحضروا الفيديو يعني باش نوجد الشكل النهائي. ثم الا عجبكم الفيديو ما تنسوش بالاشتراك في القناه، وتردوا عليا تشوفوا كيف جاكم الطاجين ديالي، واش هو ولا واش هذاك ولا ماشي هو هذاك، يعني واش الطريقه ديالكم بحال ديالي ولا لا. هذا هو الشكل النهائي تبارك الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.